10 عادات يومية تدمر صحتك دون أن تدري. مرحبا بكم أصدقائي، في هذا الفيديو سنتحدث عن 10 عادات نقوم بها بشكل يومي، نعتقد أنها عادية أو غير ضارة، لكنها في الحقيقة تؤذي صحتنا بصمت وعلى المدى الطويل. ستتفاجؤون ببعض النقاط، خاصة رقم 27، فتابعوا معنا حتى النهاية. الواحد: تأجيل النوم رغم الشعور بالنعاس. كثيرون يؤجلون النوم من أجل مشاهدة الهاتف أو التلفاز، رغم أن أجسامهم تشعر بالنعاس. هذا الأمر يربك الساعة البيولوجية، ويؤثر سلباً على جودة النوم، ويزيد التوتر وزيادة الوزن. النصيحة: إذا شعرت بالنعاس، ابدأ فوراً بالاستعداد للنوم. القهوة هي الشرب فور الاستيقاظ من النوم. أول ما يفعله البعض عند الاستيقاظ هو تناول القهوة، لكن في هذه الفترة يكون هرمون الكورتيزول في أعلى مستوياته، والقهوة قد ترفع التوتر وتقلل تأثيرها لاحقاً. النصيحة: انتظر ساعة إلى ساعتين بعد الاستيقاظ قبل شرب القهوة. ثالثاً: الجلوس لفترات طويلة دون حركة، سواء كنت تعمل أو تدرس أو تشاهد. الجلوس لفترات طويلة يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة. الحل: تحرك كل 30 دقيقة لبضع دقائق، قم بالتمدد أو المشي. الرابع: استخدام الهاتف قبل النوم مباشرة. الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة يمنع إفراز الميلاتونين، وهو هرمون النوم. النتيجة: صعوبة في النوم، توتر، واضطراب في المزاج. النصيحة: اطفئوا الشاشة قبل النوم بساعة على الأقل. الخامس: تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز أو الهاتف. تناول الطعام أثناء التشتت الذهني يجعلك تأكل أكثر من حاجتك دون أن تشعر بالشبع. الحل: اجعل وجبة الطعام لحظة هدوء وتركيز بعيداً عن الشاشات. السادس: شرب كميات قليلة من الماء. قلة شرب الماء قد تؤدي إلى صداع، تعب، وجفاف البشرة، وأضرار بالكلى. اشرب من 6 إلى 8 أكواب يومياً، وازدد إذا كان الجو حاراً أو كنت نشيطاً. السابع: الإفراط في استخدام المعقمات والمطهرات. الاستخدام المبالغ فيه للمعقمات يقتل البكتيريا النافعة ويضعف المناعة. استخدمها عند الضرورة فقط، واغسل يديك بالماء والصابون قدر الإمكان. 8: تخطي وجبة الإفطار بانتظام. البعض يعتقد أن إهمال الفطور يساعد في إنقاص الوزن، لكن هذا يؤدي إلى الجوع الزائد لاحقاً. اختر فطوراً خفيفاً ومغذياً مثل البيض، الشوفان أو الزبادي. التاسع: تجاهل الإشارات التي يرسلها لك جسمك، مثل الشعور الدائم بالتعب، الصداع أو الانتفاخ. هذه ليست أموراً عابرة، بل إنذارات. استمع لجسدك ولا تتردد في زيارة الطبيب إن تكررت هذه الأعراض. عاشر: عدم تخصيص وقت للراحة النفسية. الضغط النفسي المستمر دون فترات راحة يؤثر في القلب والمناعة وحتى الدماغ. خصص 10 دقائق يوميا للاسترخاء، التأمل، أو ممارسة هوايتك المفضلة. كانت هذه 10 عادات نقوم بها دون أن ندرك أضرارها. كم عادة من هذه كنت تمارسها؟ وهل تنوي تغييرها؟ اكتبوا لي في التعليقات، وشاركوا الفيديو مع من يهمكم أمرهم. ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أراكم في فيديو جديد بإذن الله.